عليكم ان شاء الله تكونوا كاع لاباس. لا فيديو تاع اليوم راح نهضر على الدواء تاع رحمه ربي تاع توفيق زعيبط اللي راه داير ضجه اعلاميه كبيره. راح نعطي لكم غير المختصر المفيد هكذا ان شاء الله تفهموني وما تكروش بزاف من لي زانفورماسيون. الخبر المؤسف الاول اللي راح نقوله لكم الله غالب توفيق زعيبط اللي اخترع هذا الدواء ولا المكمل الغذائي بفمه قال بلي اي واحد راح ياكل هذا الدواء راح يقعد ديابيتيك ما راحش يبرى من هذا المرض. On a l'impression d'avoir bon, c'est toujours diabétique, mais c'est un diabète asymptomatique. هذا واش معناتها؟ معناتها باللي كي يقعد ديابيتيك تسمى لازم عليه ياكل الانسولين. اذا كان ما ماوش بالانسولين لازم عليه يقعد ياكل لي زونتي ديابيتيك اورو ولا لي كومبريمي ولا الكاشيات اللي هما اللي ياكل فيهم. هذا الدواء ولا المكمل الغذائي لا يبيع فيه تما راح يعاونوا برك كيما قال هو ما تروحوش للتواليت بزاف وراح تحسوا بالنشاط. هذا ما كان وشنو قناه شروق وقيله ما عجبهاش الحال باسكو شغل الدواء ما يدير والو ما تروحش به للتواليت برك ما يديرش ضجه اعلاميه كبيره. دونك ولاو يجيبوا لنا ناس دي تيموان زعما شغل فوالا كم سيتو هاد الدواء واش حسيتو كاع قالوا ماشي كاع او فان جابوا زوج ولا ثلاثه قالوا باللي كاينين اللي نقصوا الانسولين كاينين اللي حبسوا الانسولين كاريمون حبسوا لي زونتي ديابيتيك اورو اللي هما الكاشيات هذوك وراهم عايشين غير بهذا الدواء وراهم لاباس بها. دير الانسولين درك ولا باغاش دير؟ لا منديرش الانسولين غير كيما كنت في السلطه نديرها. نعطيك على روحي انا نعطيك على روحي انا وانا ما ناكل حتى دواء ناكل غير هذا ومريح به. جي ما سور كندير الانسولين حبست الانسولين. حبسوا الناس اللي حبسوا الانسولين عندنا حاله حبست الانسولين وهي في صحه جيده. انا عارفه انت ماكش حاب تدخل في هذا الموضوع لانك تخاف تقول لهم يحبسوا الانسولين. توفيق زعيبط فيه اللي يكفيه بيسك هو كي جا قال له في وجهه بلي اني حبست الانسولين وحبست الكاشيات وراني غير بدواء تاعك ونمشي نورمال ما قال له والو ما قال له لا راك غلط لا والو. الوغ كي هو غير كي يحكمه وحده يقول لهم انا جامي قلت لواحد حبسوا الانسولين في لانوتيس تاعو كاتب باللي ما تحبسوش الانسولين. عمري ما قلت لواحد حبس الانسولين وعمري ما قلت لواحد هذا دواء يعرف براسيك الانسولين ولا تحبس السكر. هذه شعوذه. توفيق زعيبط الخطره الاولى كي سقساوه قالوا له الدواء تاعك كيفاش راه يخدم تما واش راه يدير واش قدر الدواء تاعك يحل كمشكل. قال لهم الدواء تاعي رحمه ربي ينحي الانسولينو ريزيستونس. Nous avons soulevé le problème majeur اللي هو l'insulino résistance. Le problème est réglé parce que l'insulino résistance est partie. باش الناس يفهموني وشنو هي الانسولينو ريزيستونس. هي احنا ربي خلقنا عضو اللي هو البنكرياس يفرز الانسولين هذا تسمى من عند ربي. عندنا احنا الانسولين في الجسم تاعنا. الانسولين هذا يروح الخلايا عندها مستقبلات يثبت عليها باش يخدم الخدمه تاعو. كاينين الناس اللي المستقبلات تاعها شغل كلي مبوشين زعما واحد السمين نقولوا هذيك لوبيزيتي ولا الشحمه تاعو راهي بوشات له هذوك المستقبلات دونك الانسولين يولي ما يخدمش. هنا نقولوا بلي الجسم يقاوم في الانسولين كاينه بصح الجسم يقاوم فيها. وقت تكون نعيطوا لها الانسولينو ريزيستونس. وقت تكون هاد الانسولينو ريزيستونس تكون عند الناس اللي مرضوا بالسكر ابارتير دو 40 طون تما ملي كان 40 سنه للفوق ومرض بالسكر نقولوا بلي عنده انسولينو ريزيستونس. مادام الدواء تاعو راه يداوي في هاد الانسولينو ريزيستونس تما مقاومه الانسولين. تما هاد الدواء راهو موجه غير للكبار اللي مرضوا بالانسولين اللي مرضوا بمرض السكري من 40 سنه للفوق. صح الدراري صغار تاع اللي كيما شفنا بلي راح مد لهم دواء تاع 4 سنين وتاع 10 سنين وتاع مام تاع 20 سنه اللي مد لهم هاد الدواء. هاد الناس اللي مرضوا بالسكر وهما صغار ما عندهمش الانسولينو ريزيستونس. واش عندهم البنكرياس تاعهم ربي خلقه لهم ما يفرش الانسولين مريض شويه ما يفرش الانسولين تما هما الانسولين ديجا ما عندهمش. كيفاش ما عندهمش الانسولين؟ باش تكون عندهم مقاومه للانسولين. دونك الدواء تاعو اذا كان صح كاين منه راهو يخدم غير مع اللي عندهم ديابيت تيب 2 تما اللي مرضوا هما كبار من 40 سنه للفوق ماشي مع دراري صغار. الخطا الاعلامي ولا المونك دانفورماسيون نقص المعلومات هذا لم يسيو يغلطوا الناس. يخرج يقول ماهوش دواء شيميك راهو مكمل غذائي ما عندوش اضرار. ماهوش دواء شيميك ماهوش دواء. نعم. مكمل غذائي. نشرح لكم شنو هو المكمل الغذائي. المكمل الغذائي هو دي كومبريميت كاشيات ولا سيرو اللي فيهم مواد غذائيه احنا ما ناكلو فيهم ولا رانا ناكلو فيهم بكميات قليله. نعطيكم اكزومبل. واحد
زعما ما يشربش الحليب، ما ياكلش فرماج، ما ياكلش ياغورت، ما ياكلش السلق، دونك ما ياكل حتى ماده اللي فيها الكالسيوم. اوتوماتيكمون في الجسم تاعو راح يكون خاصو كالسيوم، نعطولو دي كومبريمي فيهم الكالسيوم باش تعاونو. هذا ما كان، هذا هو التعريف تاع المكمل الغذائي. دكتور صيدلي وباحث في طب الأعشاب والطب التكميلي من تقرت. أوجه رسالة لزملائي الأطباء والصيادلة، فكما تعلمون أن أي مكمل غذائي غير ضار من الناحية الصحية على الصحة العمومية. انت مادامك صيدلي، دونك الحاجه الاولى اللي قريتها في لا توكسيكولوجي هي المقوله تاع لو بير دو لا توكسيكولوجي باراسيلس، واش يقول rien n'est poison tout est poison seule la dose fait le poison. بمعنى ما نقدرش انا كصيدلي نقول باللي مكمل غذائي ما عندوش اضرار جانبيه. نعطيكم ان اكزامبل، فيتامين سي دائما نقولوا بلي سي ان انتي اوكسيدون، صح سي ان انتي اوكسيدون، مي عندها الدور الثاني تاع برو اوكسيدون، تسمى محفز، مضاد للاكسده ومحفز للاكسده. ما كانش حاجه عندها دور واحد برك، ما كانش حاجه مفيده 100% ولا مضره 100%. ما نقدرش نخرج ونقول هذا الدواء ولا هذا المكمل الغذائي ما عندوش اضرار جانبيه. كل حاجه عندها اضرار جانبيه وكل حاجه عندها فوائد. انا ما نقدرش ننصح بدواء ولا نقبل نسييه على ناس كسوا ما فامي ولا مون انتوراج ولا اي جزائري، نسيي دواء اللي ما على باليش شنو هي الماده الفعاله تاعو. هنا واش راهو كاتب الماده الفعاله SOPEB بالعربيه سين الف حاء واو با. هاد الماده جامي سمعت بها، حوست عليها سور انترنت ما لقيتهاش. اذا انت تعرفها يا اخي ماذا بينا قلنا وشنو هي، من ماده ما على باليش ما نقدر ننصح به حتى واحد، او كونترير نقول لهم ما تشربوش حتى يبان وشنو هذا. حاجه واحده اخرى ثاني فيها كومبلكس فيتامينيك، تسمى فيه فيتامينات. بيتيتر السيد هذا راح يشري هذا فيه فيتامينات، فيه فيتامين سي ولا فيه الزنك، بيتيتر هو ثاني راهو ياكلوا باراليل، او ياكل في الزنك ولا ياكل في مكمل غذائي واحد اخر يكون فيه نفس المواد. علاه انا نريسكي بهاد الانسان، بهاد لو ديابيتيك، هاد لو باسيون، ونديرو ان سور دوزاج. كيفاش انا في لا نوتيس يكتب لي في حالة الحمل والإرضاع استشيروا طبيبكم، وانا الطبيب هذا ما على بالوش وشنو هاد الماده، ما على بالوش واش كاين لداخل، ميم لي فيتامين سي با مونسيوني واش كاين لداخل. نروحو لو بري دو نوبل، قالك ما ندوهوليش باسكو انا عربي جزائري ورفضت باش نبدل الاسم. مادام الدوله الجزائريه اللي راهي معاه واللي سانداتو وقالت بلي مكمل غذائي، هما إلا ايدونتيفيي اون طون كو تال، ماشي غير وزاره الصحه، الموند اونتشي، وزاره الصحه، الموند اونتشي. مكمل غذائي ما يمدولوش لو بري دو نوبل. باش نتفاهموا كون تروحوا طابيو تشوفوا بري دو نوبل تاع لا ميديسين ولا فيزيولوجي، صا غير نفاو مع المكملات الغذائيه تولي تحشم. شو ما فهمتش انا كيفاش جات في راسو باش يقول لك عيطولي باش ندي بري دو نوبل. بغاف. وحاجه دوزيام ثاني، كاينين عرب مسلمين بزاف اللي مدوا لهم جائزه نوبل، حتى توفيق زعيبط يستاهل بري دو نوبل. We don't talk anymore.